وقال إيه، بيقول لِك إن كيلو كحك السنة دي ممكن يوصل ل300 جنيه. طب ما أنا بكيلو دقيق هاطلّع منه أكتر من 2 كيلو كحك. وكمان لمّا سألت الخباز قال لي أحلى حبة كحك ممكن تاكليها إنِّك لا تقدحي السمنة ولا كمان تعمليها على البارد. يالّا بينا بقى نشوف الطريقة. في الأول خالص كده معانا كيلو من الدقيق. الدقيق اللي أنا مستخدماه هنا اللي هو دقيق متعدد الاستخدامات. هنضيف بقى على كيلو الدقيق نُص معلقة صغيرة من ريحة الكحك. بلاش نكتر أكتر من كده علشان الكحكاية ما تغمقش معايا. وضفت بقى كمان كده نقطتين من روح الموز وده طبعا اختياري، وربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكمان معلقتين كبار من السمسم، والسمسم ده مش محمصاه قوي، يا دوبك كده واخد معايا نص تحميصة. بعد كده بقى هنجيب او هنجهز السمنة اللي استخدمتها هنا هي سمنة بلدي وزنها نص كيلو، يعني كيلو دقيق قصاده نص كيلو من السمنة. ويا دوبك بس سخنت السمنة على النار، ما قدحتهاش خالص، يا دوبك بس كانت سخنة معانا وضفتها على الدقيق. هنركنه بس كده على جنب شوية لحد ما بنجهز الخميرة. معانا معلقتين كبار من السكر، هنضيف عليهم معلقة كبيرة خميرة فورية، وكمان نص كوباية من المية لازم تكون دافية، وكمان ربع كوباية من الحليب الدافي. وهنا جمعنا بين المية والحليب. هنركنهم على جنب شوية لحد ما الخميرة تتفاعل معانا. أهم خطوة بقى لنجاح الكحك إن احنا لازم نبس العجينة كويس جدا. حوالي 10 دقايق كده افضلي جيبي العجينة بين ايديكي وبسيها بالشكل ده، وعلى قد ما تقدري بسي في العجينة، بسي لحد ما خلاص تحسي ان العجينة بقت ممتزجة معانا بالشكل ده وبقت طرية جدا. هي كده خلاص العجينة بقت مظبوطة. هنبدأ نضيف عليها الخميرة بعد ما تفاعلت معانا. وهنا مش هنعجن خالص، احنا يا دوبك بس هنا بنلم العجينة مع الخميرة، بحيث ان العجينة تكون في الاخر معانا ماسكة نفسها وطرية بالشكل ده. طبعا احنا هنا لازم نعمل كده اختبار او 2 اختبار علشان نتأكد ان العجينة مظبوطة معانا. اول اختبار ان العجينة تكون بتقطم معانا، ما ينفعش ان العجينة يكون فيها عرق، تقطم بالشكل ده يبقى مظبوطة. تاني اختبار ان احنا بناخد قطعة كده من العجينة ونبدأ ان احنا نضغط عليها، لو مش بتشقق معانا يبقى كده العجينة مظبوطة جدا. طبعا وزن قطعة الكحك او قطعة عجينة الكحك بتعمل معانا حوالي 22 جرام او 23 جرام. وهنا نص كمية العجينة بدأت اشكلها بالشكل ده علشان بس ايه ما تاخدش وقت معايا لما اجي اشتغل. طبعا لازم نغطي على العجينه بكيس علشان ما تنشفش معانا. تعالوا بقى اقول لكم على اول شكل هنعمله في الكحك. بنجيب كده قطعه من العجينه ونبدا نبرمها، وبعد كده بنجيب غطا ازازه وبنبدا نلف عليها العجينه. وطبعا بقى بالمنقاش بتاع الكحك بنبدا ان احنا نعمل النقشه اللي انتوا شايفينها. وطبعا بقى بنحطها في صاج، طبعا الصاج مش دهنينه خالص باي ماده دهنيه لان ما شاء الله الكحك فيه كميه سمنه كتير. وبين كل قطعه والتانيه لازم نسيب مسافه. وهندخله بقى فرن سخن درجه حراره 180، رف اوسط، بياخد معانا حوالي 20 دقيقه. تعالوا بقى كده ندخل على الشكل التاني. بنجيب برضو قطعه من العجين ونبدا ان احنا نضغط عليها ضغطه خفيفه جدا، وهنبدا نعمل فيها الشكل اللي احنا محتاجينه بالمنقاش. بص بقى، اي قطعه خشب موجوده عندنا هنبدا بس نضغط كده على الكحكايه ضغطه خفيفه، بحيث ان احنا نعمل فيها كده زي جواها زي فتحه صغيره. فايده الفتحه دي ان هي بتخلي الكحكه ما تتاخرش معانا في التسويه في الفرن، وكمان تقدري تزينيها بعد ما تخرج من الفرن باي حاجه متوفره عندك. برضو هندخله فرن سخن درجه حراره 180، رف اوسط. وتعالوا بقى نجهز الملبن. طبعا اي قطعه من الملبن هنبدا ان احنا نقطعها لقطع صغيره، وبعد كده هنضيف عليها نص معلقه من السمنه البلدي، وكمان نقطتين 3 من روح الموز. هنبدا بقى ان احنا نخلطهم مع بعض كويس. وبعد كده بنشكل قطعه الملبن على وزن 5 جرام 6 جرام 7 جرام، بس ما نكترش اكتر من كده. بعد بقى ما شكلنا الكميه كلها بنجيب قطعه من العجينه ونبدا ان احنا نعمل فيها تجويف بالشكل اللي انتوا شايفينه. بعد كده بنحط قطعه الملبن، وبعد كده بنبدا ان احنا نقفلها كويس. خدوا بالكم لازم التجويف بتاع قطعه العجينه يكون كبير علشان بس الملبن ما يخرجش معانا. طبعا بقى هنشكل كل كميه الكحك بالشكل اللي انتوا شايفينه. ولو وصلتوا بس معايا في الفيديو لحد دلوقتي يا ريت بس ما نبخلش على الفيديو بلايك وكمان تعليق حلو منكم، لان بصراحه وصفات العيد بتبقى صعبه جدا، فاللايك والتعليق بيساعد ان الفيديو ينتشر بسرعه كبيره قوي. تعالوا بقى اقول لكم على تسويه الكحك بالملبن. طبعا تسويه الفرن درجه حراره 180، بنجيب الشبكه اللي في النص بنحطها على اول رف بعد الصاج من تحت، يا دوبك شويه صغيرين بنولع عليه الشوايه، لان الكحك اللي احنا حاشينه بالملبن لو قعد فتره طويله في الفرن بيفتح معانا، فضروري ان هو ما ياخدش وقت طويل معانا في الفرن. طبعا عايزه اقول لكم كمان ان الكحك الساده خليت برده درجه حرارته 180 مع ان المفروض تبقى 160، لان هو اصلا عاملين فيه فتحه في النص، فالفتحه اللي في النص دي بتساعد ان الكحك ما ياخدش معانا وقت تسويه كتير. طبعا كمان كميه الكحك دي مش بحط عليها كلها سكر
سكر بودرة، أنا يا دوبك بس باحط على جزء صغير على قد التقديم بالضبط، وعايزاكم بقى هنا تيجوا كده تشوفوا معايا الكحك بعد التسوية. أولًا الكحك دايب جدًا، 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 وكمان الملبن سايح معانا، ولمّا بتيجي تفتحي الكحكة بتلاقيها إن هي ما شاء الله مفرّغة من جوّه مش مكتومة خالص. وطبعًا علشان تحتفظي بيه لازم تحطيه في كيس وتقفلي عليه كويس جدًا، وبعد كده تحطيه في علبة محكمة الغلق. طبعًا بقى باتمنى لو الفكرة عجبتكم ما نبخلش على الفيديو بلايك وكمان تعليق حلو منكم، ويالّا قدّموه بألف هنا وشفا وربنا يحسن ما بين إيديكم.